السلام عليكم، ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة. النهاردة يا حبايب قلبي حبيت اعمل لكم الكيكة ب2 بيضة بس، وتطلع معانا هشة وجميلة وتحفة وحاجة اقتصادية كده. اول حاجة كده نجيب بولة نحط فيها بيضتين كده حرارة الغرفة، وبعد كده بحط معاهم نقطة فانيليا كده، وبعد كده هحط كوباية سكر. بس يا حبايب قلبي انا حبيت اعملها بالمضرب اليدوي، وانا عاملاها النهارده كيكه الزبادي، هتبقى هشه وخفيفه وتحفه جدا، هتعجبكم قوي يعني. هنضرب كده البيض مع السكر وهرجع لكم. انا ضربت السكر مع البيض كده مع الفانيليا كده زي ما انتم شايفين، ودي نص كوبايه زيت على سمنه عشان بتبقى هشه كده وحلوه، وهضربهم وارجع لكم. بعد كده يا حبايب قلبي ده القوام اللي مطلوب. معايا علبه زبادي بتاعت السوق عادي الصغيره دي، انا فضيت علبه الزبادي، هضربهم كده لحد ايه الخليط يبقى ايه متناسق مع بعض كده. اللي معاه خلاط مضرب وعايز يعمله بالخلاط بالمضرب مفيش اي مشكله، بس انا حبيت اعمله لك كده على ايدي عشان مفيش حد يحتار وكده. بعد كده نزلت بكوبايه لبن صغيره خالص، ومعايا كوبايه ونص دقيق، انا نخلاهم كويس على فكره. ومعايا ذره ملح كده لا تذكر. اقلب الخليط لحد ايه ما يبقى ايه خليط كده ايه سايله وحلوه كده. معلش يا حبايب قلبي انا نسيت احط معلقه خل، فهحطها قدامكم دلوقتي. معايا كيس كيك شيف كده، انا بفضل كيك شيف قوي يعني، يبقى تحفه بصراحه في الكيك. هنقلب كده مع بعض. انا المفروض كنت احطه مع الدقيق بصراحه، بس انا كنت ناسيه مش واخده بالي. فتحسوا الخليط سايب شويه، انا سايبه معلقتين دقيق هنا، ومعايا معلقتين كاكاو خام. هقسم الخليط على جزئين، جزء احط فيه معلقتين الكاكاو، والجزء التاني هحط فيه معلقتين الدقيق، وبعد كده هرجع لكم اقول لكم انا هعمل ايه. بس حبيب قلبي هنا هحط معلقتين الكاكاو، اضربهم كده. كده خليط الكاكاو جاهز معايا زي ما انتم شايفين. فهجيب الابيض تاني واضيف عليه معلقتين الدقيق اللي انا قلت لكم عليهم، هضربهم. هجيب صينيه زي ما حضراتكم شايفين، انا عن نفسي بفضل الصينيه الالومنيا، واصب الخليط كده مع بعض. عايزه اقول لكم ريحه الكاكاو تحفه. وده يا حبيبي قلبي الشكل النهائي زي ما انتم شايفين كده، شايفين الجمال. اجيب خط كده خط كده، دي بقى كيكه فطار لولادك وهم رايحين المدرسه، بصراحه جميله جدا جدا. هحطها في الفرن بقى مسبقا على 180 تعلى كده شويه، وبعد كده بوطي النار عليها واسيبها بقى، وبعد كده بختبرها بخله كده وبشوفها استوت ولا لا، وبعد كده اوريها لكم بعد السوا. يا ريت يا حبايبي ما تنسونيش في اللايك والشير وتدعموني وتشجعوني كده. بعمل لكم حاجات بسيطة خالص بتكاليف بسيطة خالص. وده بعد ما قطعتها يا حبايب قلبي ده الشكل النهائي. عايزة اقول لكم بصوا معايا كده، شوفوا الهشاشان بقى والطراوة بتاعتها بقى، مش قادرة اقول لكم. شايفين منها اللون الابيض جميل جدا جدا، شايفين الطراوة، شايفين الهشاشان، شايفين يا حبايب قلبي. هتدعولي والله، وب2 بيضة بس والله، وهتدعولي مع كوباية شاي كده ايه
تحلى اللمة يعني. اولادك هم رايحين الصبح المدرسة تعمل ليها تفطري بيها انت وجوزك وولادك، اصحابك جايلك. وحبايب قلبي وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. وياريت يا حبايب قلبي تدعموني بلايك واشتراك لو عجبكم الفيديو.